خسارة مذلة لفريق الوداد الرياضي وخروج المدرب التونسي البنزرتي بتصريح مفاده أن اللاعبين يتحملون المسؤولية وإعلانه الاستقالة من تدريب فريق الوداد. ما يطرح الكثير من الأسئلة خاصة من الجمهور الودادي. هل المشكلة في اللاعبين؟ أم في المدرب؟ أم أن الرئيس كان يتحمل المسؤولية وبمجرد ما دخل إلى السجن لم يستطع الأعضاء الحاليون أن يتحملوا مسؤولية فريق كبير وعريق كالوداد؟ على ما يبدو أن هناك مشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالمال، لأن الرئيس سعيد النصيري كان يعرف كيف يسير الفريق ويتعامل مع المجموعة. هل يعقل أن فريق بحجم الوداد الذي كان يطارد الألقاب المحلية والقارية منذ سنوات أصبح يطارد شبح الخسارة أمام فريق في أسفل الترتيب، ويمكن أن نراه مستقبلا يصارع من أجل البقاء في دور الدرجة الأولى إن بقي الحال على ما هو عليه؟ لم نشاهد الوداد هكذا منذ عهد الرئيس أكرم. منذ دخول النصيري السجن أصبح الجميع يصدر أحكاما على الوداد، ونسينا أن فريق الوداد هو من شرف الكرة المغربية منذ سنوات كرويا وحتى جماهيرية. لهذا لا ننسى أن الفرقة الكبرى لا تموت. رسالة إلى الجمهور الودادي بأن يقف بجانب الفريق ولا يكون جمهور النتائج. الفريق يحتاج الدعم الكبير، اللاعب يؤدي عمله ويذهب والمسؤول كذلك، لكن الفريق يبقى دائما كبير بعيون وقلوب وتضحيات الجماهير، وجماهير الوداد أكبر من هذه المرحلة التي نتمنى أن تنتهي قريبا ويعود الفريق إلى ساحة المنافسة.